بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونيو اير اللي هو اي كوك 5 شعلة. مشكلة الفرن النار واطية خالص، ولا بتعلى ولا بتوطى، ثابتة على كده. فأنا أول حاجة بنعملها طيب بسلك الفونيا، أشوف أحل الفونيا، أشوف وراها في وساخة أو حاجة، وأشوف ماسورة الفرن نضيفة ولا لأ. فكل ده انا عملته وشغال تمام ومفيش حاجه، لكن النار واطيه وثابته على كده. طيب العيب ده انا عارف اللي هو عيب حساس وبتاع، لكن ببدا معاهم واحده واحده اما اشوفه اخلي الحساس ده للاخر. فانا هجرب. فانا الاشعال الذاتي بيولع بالعافيه، ده مش عيب في الاشعال الذاتي، ده عيب في الغاز اللي طالع للماسوره، ضعيف جدا. الغاز طالع ضعيف جدا، فبيفضل الاشعال يضرب لغايه لما يجمع غاز ويلقط. هتشوفوا انتوا النار دلوقتي النار ضعيفه جدا، واعلى حاجه. طبعا ده كده ما ينفعش، ده اعلى حاجه. انا هطفي برضو الكشاف عشان تشوفوا النار عامله ازاي، واطيه خالص. هو كده بقى ولع، ده كده اعلى حاجه، ده كده اعلى حاجه عنده، دي اعلى حاجه كده اعلى حاجه اهو. هرجع اقفل تاني. المشكله دي في قلب المحبس من جوه اهو. طبعا هنحل الوش من فوق، هنشيل الطارات الزهرة دي، خلي بالكوا واحدة واحدة عليها. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مسمار، وفي 2 من ورا يمين و2 شمال، يعني 16 مسمار. الازاز ده بجيب مفك من تحتيه كده اهوت، واديله قرصة صغيرة بيطلع معايا اهو كده اهوت. ده كده طالع من الناحية دي، وادي من الناحية التانية برضو من غير مسامير ده ولا حاجة. اشيل بقى الازاز في حته على جنب كده بعيد عن الشغل خالص، لان انا مش هحتاجه غير في الاخر خالص لما اجي اركبه. ادي مسمارين اللي هم على اليمين اهم، وفي مسمارين على الشمال. طبعا انا حليت كل المسامير ديت وبخلع الوش، مفيش غير المسامير دي بس. ادي المسمار المفتاح بتاع الفرن اهو. هقفل الغاز اهو. ده الحساس بتاع الامان، ده بتاع لازم تضغط 10 ثواني ولا حاجه عشان يفتح سكه غاز. ودي ماسوره الفرن اللي بتغذي ماسوره الفرن اللي تحت. وهو راكب مسمارين اهوت صليبه، واحد تحت واحد فوق، بيبقى عكس بعض يعني. ده النص المحبس ده اللي فيه المشكله كلها، لكن المحبس سليم ومفيهوش اي حاجه. انت عشان تغيره ده بالشيء الفلاني غالي. فانا بحل الصاموله دي غالبا بتبقى مفتاح 17 16، وفي منها 14 15، وفي 13 بس بيبقى سن داخلي حسب اللي موجوده، حسب الصاموله اللي موجوده. ادينا حليته اهوت، وبحل المسمارين اللي هم الصليبه. ادي المشكله كلها هنا. طبعا انا بفتح الغاز كده، ادي الصوت الغاز طالع اهوت واضح، يعني صوت الغاز واضح. يعني المشكله كلها في النص اللي ورا ده، النص اللي ورا ده المشكله فيه. هو ده الحساس ده. انا هنعمل ايه ان شاء الله، يعني هحل النص دوت، هنضفه وهركبه تاني وهجرب. ما كانش كده هشيله خالص. فهو سن شمال يعني، وانا بربط بيحل معايا. دخل صوت تاني عليه اهو. ده سن شمال ورا كده انا بربط اهو بيحل بقى معايا عشان ده سن شمال اهو. كده انا حليته خالص اهوت. انا هركبه تاني بس انا اوريكم بيتحل ازاي. واحيانا ممكن تشيله خالص لو ما جابش نتيجه. انا كده السكه كده سلكت خالص. لو في حاجه سد الماسوره او خرم اللي هو اللي في النص اللي في الجنب ده كده سلك، وهرجع اركبه تاني. طبعا انا بلف ناحيه الشمال، يعني كده بربط كده، انا بربط اهو. انا عامل فيديوهات تاني على ان انا بحله وبشيله خالص، لان انا جربت وزودت الجلاش بتاعه برضو على الواطي. وارجع اقفل تاني. ادي مسمار اللي فوق وفي مسمار تحت، وبعد الرباط ده لازم اتاكد ان مفيش تسريب اهو. واللي هيحتاج مني اي سؤال وفي اي وقت
لو ما ردتش عليه ممكن يكون شبكه ممكن شغال، فيكتب لي على الواتس ان شاء الله وارد عليه. ومشكله لو في بوتاجازه يصور لي بوتاجازه ويقول لي مشكلته كذا كذا، وان شاء الله هرد عليه، وان شاء الله ممكن يعمل. انا قفلته كله كده اهو التاني، وبسم الله هجرب اهو. ده لازم تضغط عليه لجوه. طبعا هنشوف ضربه الاشعال الذاتي تولع معايا على طول ازاي، لان الغاز سلك، الغاز سلك فتح، يعني فتحت سكه ليه فبيلقط معايا على طول. ادي النار اهي بسم الله ما شاء الله. ده العالي بتاعه اهو تمام. وارجع اقفل الوش تاني بمساميره كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.